كلمتين وبس، كلمتين وبس. هرجع تاني وهتكلم عن بير مسعود. بير مسعود يا جماعة، أول وتاني وتالت ورابع وخامس وسادس ومليون، واللي بيحصل فيه ما يتسكتش عليه. أنا في الفيديو ده حقيقي بناشد المسؤولين فعلا، بناشد محافظ اسكندرية، لو هروح له بنفسي، إنما اللي بيحصل ده وكمية الحوادث بقى اللي بقت بتحصل فيه، فهو باختصار على طول الخط بقى قبل ما يعملوا نادي وادي دجلة، كان ده في مكان ومنطقة عشوائية بقى، كانت الشباب بقى وكده، ومنطقة خطر. ففعلا اللي بقى بيحصل فيها يخلي أي حد ينطق يتكلم، لأن دي أرواح ناس. يعني امبارح واحدة ابنها دخل وسط الصخور دي، وتقريبا كان خلاص يعني، وخرجوه بأعجوبة. أنا مش الحكاية مش عارفة هم خرجوه ولا لا. طيب انت عارفة ان ده خطر، بتدخلي ابنك ليه؟ بتدخليه عند الصخور ليه؟ وتدخليه في البحر جوا كل الصخور ليه؟ اصل الامومة مش انجاب، الامومة رعاية واهتمام ومحافظة، مش مش الميل. كون ان اب او ام او عائلات بيجوا في المنطقة دي عاملين للعوم كأنها شاطئ آمن، يعني مفيش كده بقى أي أمان على أولادهم. أنا بناشد المحافظ، بناشد المسؤولين إن المنطقة دي يبقى فيها حماية، حراسة، توعية، إرشاد. يعني تقريبا أنا الوحيدة اللي ببقى قاعدة مثلا بقول خلي بالك بتزحلق. الموضوع تفاقم يا جماعة، والله العظيم. شباب وأطفال بيروحوا ضحايا في المنطقة. المنطقة مش منطقة، مش شواطئ خاصة للعوم، لا، منطقة عشوائية وخطر، ومنطقة أنا مش فاهمة هي ليه ده المكان الوحيد اللي لسه مفيش فيه حماية. مش فاهمة. المنطقة دي شارع حيوي، منطقة حيوية. أنا كواحدة بشوف حاجة غلط، أنا لازم أشوف حاجة غلط ويتكلم، ما يسكتش. أنا بناشد المسؤولين، ولو حد عايزني أروح له أقابله أو بفهمه الوضع من المسؤولين، فما عنديش أي. ونرجع تسمع بقى أصوات مزعجة ويصرخوا وابني ومش عارفة ايه. طيب ما انت فاهمة ان الوضع غلط، انت فاهمة ان الوضع غلط، فليه من البداية تعرضي حياة ابنك للخطر، وترجعي تاني تزعلي وتصرخي وينقذوا ابني ومش عارفة ايه؟
آه انا تعبت فعلا، يعني المنطقه دي انا باجي مخصوص عشان ان انا اصور واوري الناس قد ايه حجم المأساة اللي فيها. يعني انا وانا جايه بيحذروني ان انا ما اجيش، يعني باجي من وراهم، يعني من خوفهم عليا، لكن انا مستمريه في التصوير وهستمر لحد ما المنطقه دي تتأمن تماما، لان دي ارواح ناس، فما ينفعش ان انا اسكت. الساكت عن الحق شيطان اخ، فانا ما ينفعش ان انا اسكت. دي ارواح ناس برضه يا جماعه، دي ارواح ناس، مش فاهم يفهم ونفهمه. فاهم الناس اللي عايزه تعيش عشوائي دي، مستغنيه عن حياتها ومستغنيه عن عمرها، شباب واطفال وارواح ابرياء. ايه ده كلها صخور اهي، صخور، كافيهات عشوائيه، كراسي محطوطه عشوائيه، كله حاجه عشوائي، هم عشوائي، سباحه عشوائي، كل مع ده ذلك فعادي، تعالوا اقعدوا عادي، بس ما تعملوش حاجه خطر، ما تشوهوش شكل المكان، ما ت... ما تستعملوش الحاجه استعمال غلط. بس هو ده الموضوع هو ده في اعتقادي، ده اخطر مكان في اسكندريه وفي العالم عامه يعني. يا ريت بقى المسؤولين والسيد المحافظ بقى، محافظ الاسكندريه، يجي بنفسه يشوف المكان ويشوف حجم المأساة فعلا في المكان ده، وهيعرف وقتها انا ليه كل شويه ارفع فيديو على المنطقه. فانا فعلت خير مش اكتر يا جماعه، وعلى رأي فؤاد المهندس مش كده ولا ايه؟ قبل ما انهي الفيديو برضو هسيبكم بقى مع اللقطة الفريدة من نوعها دي عشان تعرفوا برضو انا بتكلم في ايه. يا سلام، يا سلام على العشوائيات. والله يا جماعة أنا زهقت، وأشوفكم بقى في فيديو جديد أجمل وأجمل، ولا أخطر وأخطر، ومش عارفة أنهي الفيديو إزاي صراحة يعني. مشاهدة ممتعة، مشاهدة ممتعة للجميع.